وخلال لقاء رئيس الحكومة العبد الإله بن كيران بوزير الدفاع الإسباني بيدرو مورينيس، تمت الإشادة بالمستوى المتطور والممتاز للعلاقات التي تجمع المملكتين المغربية والإسبانية في كافة المجالات. العلاقات بين إسبانيا والمغرب ممتازة، لكن هذا لن يمنعنا من متابعة العمل سويا قصد تطويرها في المستقبل. وتنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم استقبال المسؤول الإسباني من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديه. وخلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بالحصيلة الإيجابية المسجلة من لدن رئاسة مبادرة 5+5 التي تتولاها المملكة المغربية برسم سنة 2012، حيث جدد الطرفان عزمهما القوي على جعل هذه المبادرة نموذجا لتعاون فعال متطور وعملي، وكذا إرادتهما في تطوير الشراكة أكثر في قطاع الدفاع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وملك إسبانيا. المسؤول الإسباني استقبل أيضا من طرف الجنرال دو كور دارمي عبد العزيز بناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، حيث همت المحادثات التعاون العسكري الثنائي بين الجانبين. وكان المسؤول الإسباني قد قام صباح اليوم بزيارة ضريح محمد الخامس، حيث وضع إكليلا من الزهور وترحم على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما. وخلال لقاء صحفي أشاد وزير الدفاع الإسباني بالإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز علاقتهما في كافة المجالات.